حضرني موقف قلت استنى عليه شوية لان هو كان ترند الفترة اللي فاتت، وانا ما بحبش اتكلم عن الترند وهو سخن، بستنى عليه يهدى شوية. فالمهم لقيت بنت دخلت تكلمني بتقولي عارفة اللي حصل لفلانة بنت شغل اللي هو اللي قاعدة على المصاطب ده. قلت لها مين فلانة دي؟ اصلا ما اعرفهاش، انا فعلا ما اعرفهاش. فقالت لي انتي ده فضيحة، ده اتفضحت، وقامت بعتالي سكرين شوت للفيديو يعني بتاع البنت، بس كانت مدارية على جسمها. يعني انتي بسم الله ما شاء الله عليكي بتتفرجي وبتبعتي الفيديوهات اللي مش عارف مين، بسم الله ما شاء الله. انا ما اعرفش الاكونت ده فيك ولا عادي، يعني بنت حقيقيه انا عملت لها بلوك اصلا بعد المنظر ده. فهو لو بنت حقيقي دي بتبقى مصيبه. يعني انا مثلا كبنت لما اشوف بنتي زي اتفضحت اقوم مجرساها اكتر وفضحاها اكتر ونشر فضيحتها لاصحابي. دي كارثه. يعني انت بتعملي كده البنت زيك، اللي هو انت ما فكرتيش للحظه ان انت ممكن تبقي مكانها ولو يعني لو جزء من الثانيه، اللي هو ايه النصيبه دي. زي ما حصل قبل كده لواحده راقصه، طبعا يعني الموضوع ده كان من زمان برضو، وكانت مع جوزها ومن غير ما تعرف اتصورت. وسبحان الله سبحان الله الفضيحه كانت عليها هي مش عليه هو، مع ان الغلط الاكبر عليه هو. يعني انضف كلمه ممكن تتقال عليه ان هو ديوس قذر، يعني بيتاجر في عرض مراته. يعني القذاره كلها كانت في الفيديو. وطبعا يعني الفضيحه على مين؟ على الولايه طبعا. احنا هنقول ايه؟ مع ان يعني الفضيحه على الاثنين، نفس الفعل حصل مع الاثنين. مش مجتمع الزبالة ده. يعني مثلا محدش قال ايه الراجل القذر ده بيعمل كذا في مراته، لا هما لموها هي مع انها اتصورت من غير علمها يعني ما عملتش حاجه غلط، كانت مع جوزها. فيعني انا لما بتصدم بضحك. انا حاليا في وضع الصدمه، انه مش متخيله بصراحه ان ايه البكابورت اللي احنا عايشين فيه ده. فيعني أرجوكم يعني في آية حلوة موجودة عندنا في الإنجيل فيما معناها من منكم بلا خطية فليلقها أولا بالحجارة. فأنا شايفة في طوب كتير عمال يتحدف يمين وشمال. فأنا يعني هل حضرتك بلا خطية؟ هل حضرتك مفيش أي ذنوب عملتها في حياتك تشفع لك إن أنت تقعد تفضح الناس وتشهر بكذا وتشهر بفلانه وتقعد تشير الفيديو؟ انت عامه بمجرد ان انت شفت الفيديو وبتشيره مع اصحابك دي لوحدها خطيه. ان انت يعني دي لوحدها كده خطيه. بسم الله ما شاء الله عليك. وما تقوليش انا استحاله اعمل زيها، او ما تقوليليش انا استحاله اكون مكانها. انا زي ما قلت لك دي واحد، الاثنين عامه حصل لهم كده من جوازاتهم. فيعني ما تستبعديش الامور ماشي، لان كما تدين تدان. ربنا يسترها علينا جميعا، وحسبي الله ونعم الوكيل، ومنكم لله. ومش انتوا، يعني مش انتوا انا بتكلم عن الشخص اللي شهر بالبنوته دي. هي غلطانه ومحتواها زي الزفت، انا عارفه يعني شفت المحتوى بتاعها، بس مفيش اي حد في الدنيا يستاهل ان هو يتفضح بالمنظر ده. خصوصا ان لو مثلا قعدنا كلنا في اوضه كده وفي حد جه قال في ملاك جاي دلوقتي هيفضح كل واحد بخطيته، محدش هيفضل قاعد في الاوضه دي. ليه؟ لان كلنا فينا عيوب وكلنا فينا بلاوي، وبنعمل بلاوي في الدار. ربنا يسترها علينا جميعا وما يتحطش يعني ايا كانت الخطيه بتاعتنا، يا رب تفضل مستوره. بس شكرا.